السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهاردة اسماء جايه لكم بسندوتشات ايه تفتح النفس. لا تقولي لي ابو يويو ولا تقولي لي مش عارف مين، وبدون ذكر اسماء. السندوتش ده بجد تحفة تحفة تحفة، وطريقته سهلة جدا جدا. لو تعملي لولادك حلوة قوي قوي قوي. طريقة سهلة وبسيطة، تحط لهم فيه اللي انت عايزاه، وهوريكم ازاي خطوة بخطوة في بقية الفيديو ازاي سهل، وازاي هتعمليه ارخص من بره بكتير، لان بره غالي فعلا جدا دلوقتي بقى الضعف. يعني الساندوتش الواحد مش هقول لكم بكام، يعني اكيد انتوا عارفين دلوقتي الساندوتش غالي جدا. بعد الفاصل هوريكم نعمل ازاي ساندوتشات. ورجعت لكم بعد الفاصل بقى اوريكم ازاي انا هعمل السندوتشات خطوه بخطوه. بصوا بقى، انا جبت البانيه. طبعا قطعه البانيه كبيره، بتيجي كبيره من عند الراجل، فاكيد هتبقى بره السندوتش قوي. انا جبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، قطع على قد الكايزر، لان الكايزر دلوقتي اتسخط بقى صغير غير الاول يعني. طبعا انا نقعته الاول. المنقوع بتاعي كان عباره عن ميه وخل وملح وجنزبيل، وسبته شويه، وبعد كده بدات اغسله تاني وهبتدي بقى استعمله. لازم المنقوع ده. وطبعا التتبيله بتاعته كانت قرن فلفل واحد بس بارد مش حامي، وطماطم وثوم والفلفل والملح وحبه خل ومعلقه صلصه. دي التتبيله بتاعت البانيه بتاعتي، ماشي. وطبعا البقسماط ده اكتر حاجه بحبها مع البانيه، بجد بيطلع البانيه مقرمش كده وهش وحلو قوي. والبيض طبعا ده انتوا عارفينه بيتعمل مع البانيه لازم اساسي. والبصل ده خليه على جنب دلوقتي، البصل ده هيتعمل بعدين مع الساندوتش. لما تحطي البانيه بقى وكده بتحطي طرنشات او حلقات بصل في الساندوتش، بتدي طعم حلو قوي. بصوا بقى شكل العيش بقى عامل ازاي غير الاول، يعني كل مدى ما بيصغروه ويغلوه، يصغروه يغلوه. يعني بصوا الساندوتش قد ايه. هوريكم شكل الرغيف. انا بجد بجد متغاظه جدا مش قادره اقول لكم. بصوا قد ايه الرغيف، يعني بجد حاجه صعبه قوي. المهم، ما علينا. احنا الطماطم دي بقى والفلفل ده والبصل ده دول كلهم كده هيتقطعوا حلقات، وهيتحشى بيهم ايه البانيه. وطبعا الكاتشب والمايونيز دول دول على حسب الرغبه، على حسب ما انت عايزه او مش عايزه. والهوت صوص ده حامي حار، يعني انت برضو لو عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. وطبعا الجبنه دي قابله للفرد، هي تشيدر. بتحطي طبعا في الساندوتش من تحت كده، او على حسب ما انت عايزه. المهم بترصي الرصه اللي تعجبك في الساندوتش، ماشي. بس دي سهله الفرد قوي، تحطي اي نوع جبنه انت عايزاه، بس انا حبيت تشيدر، ماشي. انا قطعت الفلفل اهو، وهقطع الطماطم. ومش شرط خالص تحطي الاتنين، انا حطيت واحده بس بعد ما قلت هحط الاتنين. انا حطيت واحده بس وواحد فلفل، وحطيت الثوم اللي انا مقشراه ده يتفرم كله مع بعضه. بجد كانت التتبيله ريحتها حلوه قوي قوي، والطعم كمان تحفه الصراحه. اللي يعمل بانيه يا ريت يعملوه بالطريقه دي، يا ريت. لازم ثوم وبصل وطماطمايه كده وفلفلايه، بيدي الطعم حلو قوي. تنعمي قوي الخلطه ليه؟ عشان وانتي بتعملي البانيه تبقى شابكه فيها كده، لازقه فيها، حتى ما تيجي تحطيها في البيض وتطلعيها في البقسماط ما تبقاش نازل منها البصل والثوم. تبقى طالعه كده بتتبيلتها. فانت تنعمي قوي الخلطه، ما تطلعهاش خشنه، لان هتسقط من البانيه. على ما تطلعيها وتحطيها في البيض وترجعي تحطيها في البقسماط هتلاقي ما فيهاش ولا نقطه بصلايه. الطعم موجود وكل حاجه، بس مش هيبقى شابك فيها البصل والطماطم والحاجات دي. انا حطيت الملح، ماشي. وهحط الصلصه كمان او الفلفل اهو. انا اصلا كنت حاطه الحاجات ديت وانا بخلط في الاول، بس عادي يعني، عادي. انا حطيتهم بعد كده وهفرمهم كلهم مع بعض، خل والملح والفلفل. واللي كنت ناسيه طبعا الصلصه، بس انا حطيتها بعدين. الصلصه حطيتها بعدين، مش مشكله، مش محتاجه تتفرم في الكبه يعني. طبعا حطيت الجزء اهو بتاع البانيه والخلطه اهي. اول ما فتحت الكبه الريحه بقى ايه يا بنات، جميله قوي قوي قوي. هنا حطيت بمقام معلقه صلصه، وقلب قلب قلب يا معلم عشان كله يتجانس مع بعضه. وتحطي بقى ايه على البانيه، وتسيبيها ايه على حسب بقى وقتك. يعني انا مثلا كان وقتي ضيق جدا، المفروض كنت هسيبها مثلا ايه ساعتين، بتبقى حلو، ساعه ونص
ماشي. انا عملتها بالظبط ما كملتش ساعه، بتاع ساعه الا ربع ولا حاجه. انت كل ما هتطولي في التتبيله بتاعتها سوري البانيه في التتبيله، كل ما هيكون افضل واحسن. في ناس بتحب تعملها من بالليل وتاني يوم بتقليها، بتبقى فظيعه بجد، بتبقى بجد فظيعه. وفي ناس بيتبلوها، انا ساعات اتبلها واحطها في الفريزر واطلع وقت ما انا عايزه، بتبقى جميله جدا برضو. انا يا دوبك كده بس سبتها تقريبا زي ساعه الا ربع حاجه زي كده يعني، وكان طعمها حلو والله برضو. بس انا ما سبتهاش المده الكافيه اللي هي تاخد الطعم اكتر واكتر. كل ما تسيبيها كل ما بيكون افضل. هنرجع بقى نحط بقى ايه، نجيب البقسماط والبيض. اضرب يا معلم البيض، اضرب اضرب اضرب، ماشي. وهبتدي بقى ايه، اخد من البوله، اخد البانيه احطه في البيض، وبعدين احطه في البقسماط. في بقى بيعملوا حاجه تانية، بيعملوا ايه، تحطي في البيض وتطلعيها تحطيها في دقيق، وترجعي تحطيها في البيض تاني، بعد كده تحطيها في البقسماط. بتطلع الصراحه فعلا حلوه وهشه قوي. بس انا حسيت ايه، اني لا انا عايزه انجز نفسي، يعني عايزه انجز نفسي. وهي طلعت برضو هشه وكل حاجه وجميله جدا ومقرمشه. بس انا ما عملتش خطوه الدقيق دي. اوقات بعملها بس المره دي ما عملتهاش. بس كده انت بتاخدي كده في البيض وتحطي في البقسماط، وتطلعي من البقسماط تحطي في الطبق. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. طبعا خلصت كل الكميه هي زي ما انتم شايفين، كلها معموله بالبقسماط. سهل جدا بقى ايه ان انا اقليها. قليتها وحضرت الحاجه كلها قدامي اهي. طبعا دي الطماطم والفلفل اهو مقطعاهم رفيع خالص، بلاش تقطعها تخين. والعيش والبصل زي ما انتم شايفين مقطعاه برضو. والبانيه قدامك، والهوت صوص والجبنه والمايونيز والكاتشب. بتحطي حبه كده تحت، ماشي. ده في ناس حبت الهوت صوص والحامي، وفي ناس ما حبتش، قالوا لي مثلا ماما بلاش، فقلت خلاص تمام ما فيش مشاكل. وفي حبوا يحطوا جبنه اللي هي تشيدر دي اللي هي ساعه الفرد، وفي قالوا لي ماما بلاش. فبرضو كل ايه، احنا عندنا اذواق مختلفه في البيت. يعني عايزه اقول لكم كلنا اذواقنا مختلفه عن بعض في الاكل. تحطي بطريقه كده لذيذه يعني تخلي شكل الساندوتش حلو. هنا حطينا البانيه وفوق الطماطم وفوق الفلفل والبصل. وتحطي كاتشب حسب الرغبه برضو. في ناس برضو حبوا كاتشب وفي ناس ما حبوش، في ناس بيحبوا المايونيز في ناس لا. بقيت اعمل بقى ايه وابقى واخده بالي. بس انا عايزه اقول لكم لو عجبتكم الطريقه دي بالله عليكم ما تنسونيش في كومنت حلو ولايك ومشاهده بالله عليكم كامله. وحاجه كمان، كل حد بيشاهدني يقول لي من بلد ايه. طبعا كل البلاد وكل الدول على راسي، بجد على راسي، لان انا مصاحبه ناس كتير جدا جدا من دول مختلفه. فاتمنى كل حد بيتابعني يكتب لي من دوله ايه. بصوا شكل السندوتش عامل ازاي بعد ما خلص، بجد في منتهى الجمال. وطبعا انت هتشتريه من بره اغلى من كده بكتير. يعني انت لو تعملي بصي الكميه دي تاكلي براحتك كمان انت وولادك، وضامنه النظافه كمان. منظر السندوتش بجد تحفه. انا عايزه اقول لكم انا جوعت تاني انا هاكل تاني والنبي اللي اعمله تاني لا بجد كان حلو قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.